ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اسهل والذ كيك. مكوناتها بسيطه جدا، كيكه يوميه سهل جدا انك تعمليها بثلاث بيضات بس، مش هتتكلف كتير، ويعني فعلا اغلب مكوناتها من البيت. هتطلع تحفه وهشه جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو، دي قناتي اسمها سكر ودقيق، ما تنسيش تشتركي فيها ولايك وشير لو عجبك الفيديو. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. المكونات بتاعتنا سهله جدا. كوبايه حليب تكون مغليه سخنه يعني، وكوبايتين دقيق، وهناخد معلقه بيكنج باودر وكيس فانيليا وثلاث بيضات زي ما قلت لك، وكوبايه سكر ونص كوبايه زيت ومعلقه ملح صغيره. بس هي دي المكونات زي ما انت شايفه قدامكم كده، سهله جدا اهي. زي ما قلت لك فعلا فعلا ان شاء الله مش مكلفه. بس الزيت يكون يعني ما يكونش بريحه يعني، ولا يعني يكون زيت نظيف ريحته وطعمه كويس. اول حاجه هنعملها، هنجيب الثلاث بيضات بتوعنا هنضربهم ونحط عليهم كيس الفانيليا والسكر. طبعا ثلاث بيضات متوسطين الحجم يعني، وكوبايه السكر. طبعا السكر دوت حسب الرغبه يعني، ممكن تزودي عن كوبايه تقللي. وهنبدا بقى نشتغل بيها بالمضرب الكهربي، او ممكن لو عايزه تحطيها في الخلاط حطيها عادي، او بالمضرب اليدوي. هنفضل نضرب لحد ما لونه يفتح كده زي ما انت شايفه، يبقى فاتح ابيض كده. بعد كده هنحط نص كوبايه الزيت، وزي ما قلت لك الزيت لازم يكون زيت نظيف ملوش ريحه يعني. ونبدا برضو ايه، نضرب نشتغل نضرب اهو لحد ما خلصنا. طبعا القوام زي ما انتم شايفينه. هنبدا بقى نجيب الدقيق بتاعنا، كوبايتين دقيق بس، ما نزودش الدقيق عشان ما تتكتمش، ما تبقاش مكتوم. وهنحط لازم ننخل الدقيق، ننخله بالمصفى او بالمنخل بتاعه. لازم ننخله، ده شيء طبيعي، لان هو النخل بتاع الدقيق دوت بيساعد ان الكيك تطلع هشه. طبعا هي ما عليتش معايا قوي لان القالب طلع كبير على الكميه. انت لو حطيه في قالب اصغر من نفس الكميه، حطيها في قالب اصغر من كده هتطلع اعلى من كده كمان. بعد كده بقى احط بعد الدقيق بنحط معلقه البيكنج باودر، ونبدا ايه نضرب، وربع معلقه الملح، ونبدا بقى نشتغل. بس الدقيق نعمله ما نعملوش بالمضرب الكهربي، نشتغل بالمضرب اليدوي. يعني لما نحط الدقيق بتاعنا والبيكنج باودر نشتغل بالمضرب اليدوي ومش بالكهرباء. طبعا انت هتحسي انها جامده لان لسه ما حطينالهاش حاجه سايله غير الايه، غير الزيت. هبدا بقى احط الحليب. وليه الحليب يكون مغلي؟ لان هو بيساعد انها ايه، تبقى هشه معانا، ما تبقاش مكتومه. هنبدا بقى نقلب فيها لحد ما تدينا القوام اللي هو قوام الكيكه اللي انت هتحطيها في الفرن. ممكن انت مثلا تحسي ان القوام خفيف قوي، تحطي له شويه دقيق. تحسيه تقيل، تحطي له شويه حليب بس. هتجيبي بقى القالب، هتدهنيه سمنه او زيت، وتحطي له شويه دقيق. وبعد كده بقى ايه، تبداي تنزلي المقدار بتاعنا كله بتاع الكيك. ده القوام بتاعها لما بتبقى ايه، بتتحط في القالب. هنبقى بقى ايدين الفرن بتاعنا هنحطه على درجة حرارة حوالي 180. بتاخد من نص ساعة لساعة الا ربع تبع الفرن يعني. لو الفرن عالي هتاخد حوالي نص ساعة، بس الفرن مثلا الفرن مش عالي تاخد حوالي ايه، ساعة الا ربع يعني. بقولك تبع الفرن بتاعك. اهو بعد كده بقى بنخبط الصينيه بتاعتنا كده وبنهزها عشان لو فيها اي هواء يخرج منها. شايفين دي لما طلعت شكلها جميل ازاي، لونها تحفه، هشه جدا وطريه. هنبدا بقى نقطعها، بجد طالعه جميله جدا ولونها جميل جدا. وطبعا انت تتابعيها، ما تفتحيش عليها الفرن قبل نص ساعه عشان ما تهبطش منك. وكده تكون خلصت. والناس الحلوه بقى اللي لسه معايا لاخر الفيديو، يا ريت تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديده. وما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك للفيديو.